أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع درس المنطق مع كتاب السلم المنورق للإمام الأخضري بشرح الشيخ حسن القويسني شيخ الجامع الأزهري رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله: فصل في العكس المستوي. فصل في العكس المستوي. وأخذنا في الدرس الماضي التناقض. التناقض. نقرأ الأبيات ثم نأخذ جديد. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن، الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر بالحجاب، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مخدرات كاشفة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل، وخير من حاز المقامات العلا، محمد سيد كل متفى العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه اللهم دم الحجا يخوض من بحر المعاني لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم الاهتداء. وبعد فالمنطق للجنان نسبته النقل للسان، فيعصم الأفكار عن ضي الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فهك من أصوله قواعد تجمع من فنونه، وإذا سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق. والله يكون خالصا لوجهه الكريم ليس قالصا، وأن يكون نافعا للمبتدئ به إلى الوطن يهتدي، والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. فابن الصلاح والنوى وحرما، وقال قوم ينبغي يعلم، والقولة المشهورة صحيحة جوازه لكمل ريحة، ممارس السنة والكتاب ليهتدي به صواب. إدراك مفرد تصور علم، وترك نسبة بتصديق وسم، وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والنظر مع تجلي التأمل، وعكسه هو الضروري الجلي، وما به إلى تصور وصل إذ بقول شريح تبتهل، وما لتصديق به توصل بحجة رفع عقلا. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة طبقا، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام انبه نلتزم. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب
مفرد فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على قسمين أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد فمفهم اشتراك الكلي كأسد عكسه جزئي. وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لحريض ذا خرج. وكليات خمسة دون انتقاء جنس وفاص على وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط. ونسبة الألفاظ للمعاني ثاني تواطؤ تشكك تخالف والاشتراك عكسه ترادف. واللفظ إما طلب أو خبر. وأول ثلاثة تذكر أمر مع السلا وعكسه دعاء. وفي التساوي فالتماس فقاء كل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس وقوعي. وحيثما لكل فرد حكما فإن كلية قد علم. والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفة لي معرف إلى ثلاثة قسم حد ورسمي ينعلم. فالحد بالجنس وفاص وقع. والرسم بالجنس وخاصة مع. وناقص بفاصل أو مع جنس بعيد لقريب وقع. وناقص الرسم بخاصة فقط أبعد قد ارتبط. وما بلفظي لديه منكرات إن أشهر. وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا أبعد. ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بحرزا. ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام حدود. ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز الرسم ما أدري ما رووا. لا صدق لذاته جرى بينهم قضية خبرا. ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية ثاني كلية شخصية. والأول إما مصور ومهمل. والصور كليا وجزئيا يرى. وأربع أقسام حيث جرى إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلا. وكلها جابة وسالبة فهي إذن إلى الثمن أيبا. والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوية. وإن على تعليق فيها قد حكم فإنها شرطية. وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثل شرطية منفصلة جزءهما مقدم وتالي. ذات الاتصال ما أوجب تلازم الجزئين. وذات الانفصال مين ما أوجب تنافرا بينهما. أقسام ثلاثة فلتعلم مانع جمع أو خلو أو هما. وهو الحق يلخص فاعلما تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد منفوق. وإن تكون شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدل. وإن تكون محصورة بالصور فانقض بضد صور
مذكور فإن تكن موجبة كلية نقضها سالبة إيا، وإن تكن سالبة كلية نقضها موجبة جزئية. العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا كلية فعوضوها الموجبة جزئية. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الخير. فصل في العكس المستوي. فصل. الفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، وفي الاصطلاح هو الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، أو اسم لطائفة من المسائل المندرجة تحت باب أو كتاب غالبا، أو الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. نعم. في العكس. العكس. نعم. العكس في اللغة هو التبديل والقلب. تبديل والقلب، تبدل وتقلب، هذا هو العكس. تقال عكست كذا معناه بدلت وقلبت، جعلت الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، هذا هو العكس في اللغة. أما في الاصطلاح هو قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم، هذا هو العكس في اصطلاح المناطق. هو قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيف والكم. فهم؟ مع بقاء الصدق والكيف والكم، إلا أنك تجعل الموضوع محمول والمحمول موضوع فقط. فهمنا يا جماعة الخير ولا لا؟ تجعل الموضوع محمول والمحمول موضوع فقط في الحملية. وفي الشرطية تجعل المقدم تالي والتالي مقدم. واضح يا جماعة؟ أما في الشرطية المتصلة تجعل المقدم تالي والتالي مقدما، هكذا. سيعطينا الشيخ أمثلة. نعم. مفهوم؟ هذا هو. نعم. هو لغة التبديل والقلب. التبديل والقلب. قال تحت قوله والقلب عطف تفسير، وهو جعل السابق لاحقا واللاحق سابقا. عطف تفسير هو التبديل والقلب. الواو حرف عطف، القلب هذا معطوف، هذا تفسير، عطف تفسير. ما معنى عطف التفسير؟ تجعل السابق لاحق، تجعل التبديل لاحق بالقلب، وتجعل اللاحق سابق، تجعل القلب لاحق بالتبديل. تجعل التبديل لاحق بالقلب، تجعل القلب لاحق بالتبديل. هذا هو عطف التفسير. هذا هو عطف التفسير، جعل السابق لاحقا واللاحق سابقا. نعم. واصطلاحا ما ذكره المصنف بقوله العكس المستوي أي المساوي المساوي. هذا هو المناطق إذا أطلقوا العكس مجرد المقصود به المستوي. إذا قالوا العكس مباشرة يذهب إلى المستوي، إلى العكس المستوي، لأن يوجد أنواع أخرى من العكس سنتكلم عليها في الآخر. قوله العكس أي المستوي. ما معنى المستوي؟ أي مساوي للأصل. قال تحت مساوي للأصل أي في موضوعه ومحموله، إذ لم يبدل واحد منهما بنقيضه. هذا هو العكس المستوي. معنى مستوي؟ مساوي للأصل، مساوي للأصل في الموضوع وفي المحمول، إذ لم يبدل واحد منهم بنقيضه، فهو عكس مساوي. واضح؟
وهو احتراز عن عكس النقيض. أما عكس النقيض لا، يبدل كل منهما بنقيض الآخر. أنا بنقيض الآخر. سيتكلم على عكس النقيض، وينقسم إلى عكس نقيض موافق وعكس نقيض مخالف، سيتكلم عليهم في آخر الكتاب. عكس نقيض موافق وعكس نقيض مخالف. والشيخ لما قال العكس معناه المستوي. ما معنى المستوي؟ المساوي للأصل، مساوي للأصل. واضح يا جماعة؟ ما معنى مساوي للأصل؟ قال الشيخ تحت: أي في موضوعه ومحموله، في الموضوع والمحمول، إذ لم يبدل واحد منهما بنقيضه. هل بدلنا الموضوع بنقيضه؟ لا. هل بدلنا المحمول بنقيضه؟ لا. فهو مساوي للأصل، لذلك سمي العكس المستوي، يعني مساوي للأصل. بقي الأصل كما هو، المحمول بقي كما هو، والموضوع بقي كما هو، إلا أننا بدلنا فقط. لم نأتي لا بنقيض المحمول ولا بنقيض الموضوع، بقيوا كما هما، إلا أننا بدلنا، قلبنا، جعلنا الموضوع محمول والمحمول موضوع فقط. فهمنا هذا الكلام؟ مساوي للأصل. قال: أي في موضوعه ومحموله، إذ لم يبدل واحد منهما بنقيضه. لم نبدل الموضوع بنقيضه ولم نبدل المحمول بنقيضه، وإنما بقي الموضوع والمحمول كما هما، إلا أننا غيرنا، جعلنا الموضوع محمول والمحمول موضوع. فهمنا؟ هذا هو. لذلك سمي العكس المستوي. نعم. وسيأتي. نعم. هو قلب جزئين أي طرفي القضية بجعل الموضوع ها هو، والمحمول موضوعا. هذا تجعل ماذا؟ ما معنى العكس؟ تجعل الذي كان موضوع تجعله محمول، والذي كان محمول جعله موضوع. هذا هو العكس. ويبقى الصدق ويبقى الكم ويبقى الكيف كما هو. فمن يا جماعة الخير؟ قال تحت: بجعل الموضوع محمولا، أي بعد أن يراد به المفهوم. نعم. وقوله وجعل المحمول موضوعا بعد أن يراد به الذات، كما قلنا، لأن قلنا الموضوع يراد به الذات، أما المحمول يراد به المفهوم. فهمنا؟ يراد به هذا هو. فالموضوع دائما في الغالب يراد به الذات، في الغالب موضوع تقول زيد. أما المحمول في الغالب يراد به ماذا؟ يراد به المفهوم. تقول قائم، زيد قائم مثلا، إنسان، حيوان مثلا، وهكذا. ففي الغالب الموضوع يراد به الذات، والمحمول يراد به المفهوم. نعم. ذاك الشيء قال: فلا بد من القلب لفظا ومعنى، لأن الموضوع يجب أن يراد به الذات، والمحمول يجب أن يراد به المفهوم. هذا هو. فهو جماعة هذا هو. بجعل الموضوع محمولا، بجعل الموضوع محمول بعد أن يراد به المفهوم. هو. وقوله وجعل المحمول موضوعا بعد أن يراد به الذات، فلا بد من القلب في اللفظ وفي المعنى، كلاهما لازم نقلب في اللفظ ونقلب في المعنى، كلاهما، ليس في اللفظ فقط، ليس لفظ الموضوع المحمول، لا، في لفظهم وفي معناهم. القلب يكون في اللفظ في المعنى. فهمنا الكلام؟ لابد القلب يكون في اللفظ وفي المعنى. مثلا إذا عندك هكذا، إذا عندك مثلا مثال نقول هكذا، مثلا نقول هكذا: نقول
لو قلنا الإنسان حيوان أعطونا مثال يا جماعة. مثلا لو قلنا الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، أين الموضوع؟ إنسان. أين المحمول؟ حيوان. الموضوع ماذا يراد به في الغالب؟ الذات، يراد به الذات، الذوات. أما المحمول ماذا يراد به في الغالب؟ المفهوم. معناه الإنسان، ذات الإنسان يصدق لها مفهوم الحيوانية هذا. فإذا عكست ماذا تعكس؟ تعكس اللفظ وتعكس معه المعنى، تعكس اللفظ والمعنى كلاهما مع بعض، ليس اللفظ فقط. إذا قلت الحيوان إنسان ماذا يصبح؟ مثلا احنا هذا مثال فقط، لا ننظر إلى قضية صح ولا لا. يصبح ماذا؟ ماذا أصبح؟ محمول. أصبح ماذا؟ موضوع. أصبح المحمول موضوع، وأصبح الموضوع محمولا. صحيح، هذا في اللفظ. وفي المعنى كذلك. كذلك الحيوان كذلك معنى المفهومية انتقلت معه، وكذلك الموضوع انتقلت معه دلالة على الذات. هكذا فهمنا يا جماعة الخير؟ فالآن واضح كلام. فلا بد من القلب في اللفظ وفي المعنى، ينقلب اللفظ والمعنى. الإنسان حيوان، هذا إنسان موضوع ويدل على الذات، هذا محمول ويدل على المفهوم. إذا قلبناه يصبح الحيوان إنسان، يصبح الحيوان الآن بعدما كان محمول يصبح موضوع، وينتقل كذلك معه ماذا؟ ينتقل معه المفهوم، دلالته على المفهوم. والموضوع يصبح محمول وينتقل معه كذلك دلالته على الذات. هذا معنى قول الشيخ فلا بد من القلب لفظا ومعنى، في اللفظ وفي المعنى. نعم، اللفظ هو إنسان وحيوان، والمعنى اللي هو دلالة الموضوع على الذات ودلالة المحمول على المفهوم. مفهوم؟ هذا هو. نعم. قال لأن الموضوع يجب أن يراد به الذات. اقرأ معي في الحاشية، الحاشية مهمة جدا. نعم، قال لأن الموضوع يجب أن يراد به الذات، والمحمول يجب أن يراد به المفهوم. فإذا قلبت تقلب اللفظ والمعنى مع بعض. فهم كلام؟ هذا هو. نعم. قوله في الحملية مثاله قولك في عكس كل إنسان حيوان. كل إنسان حيوان. بعض الحيوان إنسان، لأن الكلية الموجبة تنعكس جزئية موجبة. سنتكلم على هذا. مفهوم؟ كل إنسان حيوان. أين المفهوم؟ إنسان. أين الموضوع؟ إنسان. والمحمول حيوان. الإنسان هنا يراد به الذات، والحيوان يراد به المفهوم. فهنا ثبت
لذات الإنسان مفهوم الحيوانية، ثبت لذات الإنسان مفهوم الحيوانية. فإذا قلبت يصبح ماذا؟ الحيوان إنسان، يصبح ماذا؟ مفهوم الحيوانية ثابت لذات الإنسان، ينقلب الآن كذلك موضوع اللفظ والمعنى، فيصبح المعنى الآن ماذا؟ مفهوم الحيوانية ثابت لذات الإنسان. في الأول كان ذات الإنسان، في الأول كان ذات الإنسان صحيح، ثبت لذات الإنسان مفهوم الحيوانية. الآن لما عكست مفهوم الحيوانية ثبت لذات الإنسان، هذا يصبح هكذا تغير في اللفظ والمعنى. فهمنا الكلام هذا معنى. زيد. جعل المقدم تاليا والتالي مقدما في الشرطية المتصلة. هذا مثاله، الشيخ قال اقرأ معي تحت. في الشرطية المتصلة مثاله قولك كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا. وكيف يصبح؟ تنقلب إلى جزئية كما قلنا، كلية الموجبة تنقلب إلى جزئية موجبة، تصبح قد يكون، لأن قد يكون هذا يدل على البعض، على البعض. قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا، أهو كذلك. فهو كلام قلبنا بعدما أن كان مقدم وتالي أصبح تالي ومقدم، أصبح تالي ومقدم. قالك وإنما قيد الشرطية بالمتصلة لأن المنفصلة لا عكس لها، منفصلة لا عكس لها، لا تنعكس، التي تنعكس هي الشرطية المتصلة فقط. نعم. زيد يا مولانا. حال كونه مع بقاء الصدق. نعم، حال كونه مع بقاء الصدق. ما هو الصدق؟ ما معنى بقاء الصدق؟ قضية صادقة، واضح؟ قضية صادقة مع بقاء الصدق، واضح؟ حالة كونه مع بقاء الصدق، صحيح؟ في العكس. نعم. زيد. أي إن كان الأصل صادقا لازم يبقى العكس صادق كذلك. لو كان الأصل صادق يبقى العكس صادق كذلك، يلزم أن يكون العكس صادقا كذلك. قال هنا تحت قوله مع بقاء الصدق إلى آخره، بمعنى أنه لو فرض وكان الأصل صادقا كان العكس كذلك. لو فرضنا أن الأصل كان صادق لازم أن يكون العكس كذلك صادق مثله. نعم، لأن العكس لازم للقضية كذلك، العكس لازم للقضية. وصدق الملزوم يستلزم صدق اللازم، صدق الملزوم يستلزم صدق اللازم. إذا صدق الملزوم يستلزم صدق اللازم. إذا صدق أن هذا إنسان يلزم أن يصدق أنه حيوان مثلا، واضح هذا. وليس المراد صدقهما في الواقع، ولذا عبر بعضهم بالتصديق لأن التصديق لا يقتضي وقوع الصدق. هذا واضح؟ أيوة نعم. زيد. وبقاء الكيفية كذلك. الكيف، ما هو الكيف؟ الكيفية معنى الكيف، إجابة بس. كيفية معنى الكيف، بقاء الصدق والكيفية، يعني والكيف، بقاء الصدق، بقاء السلب والإيجاب. إذا كان الأصل موجب
العكس يكون موجب، إذا كان الأصل سالب العكس يكون سالب. مفهوم؟ هذا هو. نعم. التي كانت في الأصل. نعم. وإن كان الأصل موجبا فالعكس موجب، هذا هو. وإن كان سالبا فسالب، هذا هو. فهمنا يا جماعة؟ نعم. وإن كان سالبا فسالب. نعم. وبقاء الكم أي إن كان الأصل كليا فالعكس كلي. كذلك بقاء الكم. ما هو الكم؟ جزئية وكلية، واضح؟ كلية والجزئية، هذا هو الكم. نعم. قال تحت والكيفية، قال أي الإيجاب والسلب، بمعنى أن الأصل إن كان موجبا إلى آخر ما ذكره الشارح. قوله وما بقى، وقوله الكم أي الكلية والجزئية، كلية والجزئية. نعم. زيد. وإن كان جزئيا فجزئي. نعم. وستأتي الأمثلة ويتضح كل هذا. نعم. فاستثنى المصنف من بقاء الكم قوله إلا الموجب محذوف التاء للضرورة. محذوفة التاء للضرورة، إلا الموجبة. نعم. والكم إلا الموجبة، لكن للضرورة حذف منها التاء. نعم. أي الموجبة. نعم. الكلية ولا يبقى فيها الكم. نعم. إلا الموجبة الكلية لا يبقى فيها الكم، يتغير الكم. موجب الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية، موجبة جزئية. نعم. ولا يبقى فيها الكم. لا يبقى فيها الكم كلي، لا، ينقلب إلى جزئي. بل تنعكس جزئية. تنعكس جزئية. إلا الموجبة الكلية فعوضوها الموجبة الجزئية. واضح يا جماعة؟ يعني تنعكس إلى موجبة جزئية. نعم. كما أشار إلى ذلك بقوله فعوضوها أي المناطق الموجبة الجزئية. نعم. الموجبة الجزئية. واضح يا جماعة؟ كذلك نفس الكلام في الموجبة الجزئية، الموجبة لكن حذفت التاء للضرورة. ما قيل في الأول يقال في هذا. نعم. والمعنى يعني العكس هو قلب جزئي القضية، قلب جزئي القضية. الجزئين ما هما الجزئين؟ في الحملية الموضوع والمحمول، وفي الشرطية المقدم والتالي. هذا قلبهم، قلب جزئي القضية. يصبح المقدم تالي والتالي مقدم، يصبح الموضوع محمول والمحمول موضوع. هذا هو قلب جزئي القضية، مع بقاء الصدق. إن كان الأصل صادقا فالعكس يكون صادقا. والكيفية كذلك يبقى الكيف اللي هو السلب والإيجاب، والكم ويبقى كذلك الكم، كلية والجزئية. إلا الموجب الكلية فقط، إلا القضية الموجب الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية لا يبقى فيها الكم، إنما الكم ينقلب فيها. إلا الموجب الكلية فعوضوها موجب جزئية. فهمنا هذا الكلام؟ هذا هو العكس. نعم. والمعنى سيذكر لنا المعنى أنه يشترط بقاء الكم في العكس كما كان في الأصل. نعم. كما كان في الأصل. نعم. إلا في الموجبة الكلية. نعم. إلا في الموجبة الكلية، فإن الكم ينعكس إلى جزئية. نعم. نحن كل إنسان حيوان، وكلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، فلا يبقى فيهما الكم في العكس. هذا هو كل إنسان حيوان، هذه الحملية، كلما كان هذا إنسان كان حيوانا، هذه الشرطية المتصلة. نعم. كلاهما لا يبقى فيهما ماذا؟ الكم، إنما الكم ينقلب. الكم يصبح بعدما كان كلي يصبح جزئي، سواء في الحملية أو في الشرطية المتصلة. نعم.
فلا يبقى فيهما الكم في العكس. إذا عكستهما لا يبقى الكم، يتغير الكم. نعم. بل تعكسهما جزئيتين. بل تعكسهما جزئيتين. فهمنا يا جماعة الخير؟ الحملية، كل إنسان حيوان حملية تنعكس إلى بعض الحيوان إنسان. كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا تنعكس إلى قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا. هذا فهمنا يا جماعة؟ نعم. فتقول في عكس الأولى، فتقول في عكس الأولى اللي هي كل إنسان حيوان، هذه هي الأولى. فتقول في عكس الأولى اللي هي كل إنسان حيوان، بعض الحيوان إنسان. هذا هو عكسها، بعض الحيوان إنسان. فمن الأولى لازم تكتب، تقيد لكي لا يقع لك إشكالات بعد ذلك. فتقول في عكس الأولى اللي هي كل إنسان حيوان، ماذا تقول فيها؟ بعض الحيوان إنسان، تنعكس إلى موجبة جزئية. نعكس إلى موجبة جزئية. نعم زين. وفي عكس الثانية قد يكون إذا كان هذا حيوان. وفي عكس الثانية اللي هي كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، شرطية المتصلة، تقول في عكسها. نعم. قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا. انقلبت كذلك. قد يكون هذا جزئية، قد يكون جزئية تدل على الجزئية. نعم. ولا يصح عكسهما كليتين. لا يصح أن تنعكسا كليتين. لا يصح أن تنعكسا كليتين. لا أستطيع أن أقول كل إنسان حيوان، كل حيوان إنسان. لا أستطيع أن أقول كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، كلما كان هذا حيوانا كان إنسانا. لا ينعكسان كليتين. لماذا؟ سيذكر الشيخ. ولا يصح عكسهما كليتين. نعم. لأن المحمول الأعم. محمول الأعم. واضح يا جماعة؟ أيوة. لأن المحمول الأعم يثبت مفهومه لجميع الأفراد. يثبت مفهومه لجميع الأفراد، والموضوع أخص. نعم. لأن المحمول الأعم يثبت لجميع أفراد الموضوع الأخص. نعم، يثبت لجميع أفراد الموضوع الأخص. الموضوع أخص لأن المحمول حيوان يدخل فيه الإنسان وغيره، لكن المحمول أخص حيوان فقط. ماذا؟ أما الموضوع إنسان أخص. أما المحمول حيوان أعم يدخل فيه الإنسان وغيره. أما الإنسان أخص يدخل فيه الإنسان فقط. فهم كلام جماعة. فالآن المحمول الأعم اللي هو الحيوانية يثبت لجميع أفراد الموضوع، يثبت لجميع أفراد الإنسان. فهمنا؟ يثبت لجميع أفراد الإنسان. نعم. ولا يثبت ذلك الموضوع إلا لبعض أفراد ذلك المحمول الأعم. نعم. ولا يثبت ذلك الموضوع اللي هو الإنسانية إلا لبعض أفراد ذلك المحمول الأعم، إلا لبعض أفراد الحيوان اللي هو المحمول الأعم، إلا لبعض أفراد الحيوان. ولا يثبت ذلك الموضوع اللي هو الإنسان إلا لبعض أفراد ذلك المحمول الأعم، إلا لبعض أفراد الحيوان. الإنسان لا يثبت إلا لبعض أفراد الحيوان، صحيح؟ ليس كلها، بعضها فقط. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. فهمنا؟ لأن المحمول الأعم يثبت
لجميع أفراد الموضوع الأخص، لأن المحمول الأعم يثبت، المحمول الأعم اللي هو حيوان، يثبت لجميع أفراد الموضوع الأخص اللي هو إنسان، يثبت لجميع أفراد الإنسان أنه حيوان، حيوان حيوان حيوان. لكن واضح، لكن الموضوع الأخص لا يثبت إلا لبعض أفراد المحمول الأعم، فالإنسان لا يثبت إلا لبعض أفراد الحيوان فقط. هل يثبت لكل أفراد الحيوان؟ لا، لبعضها. فهمنا جماعة الخير؟ لذلك في الأول نثبت ماذا؟ في الأول نثبت المحمول لجميع أفراد الموضوع، فنقول كل إنسان حيوان. نثبت ماذا؟ نثبت المحمول الأعم لجميع أفراد الموضوع الأخص، فنقول كل إنسان حيوان. لكن إذا انعكس لا، إذا جيت لتعكس لا، فإن الموضوع الأخص لا يثبت إلا لبعض أفراد المحمول الأعم، فالحيوانية لا تثبت إلا لبعض أفراد الإنسان فقط، إلا لبعض. واضح؟ فإن الإنسان، هذه الإنسانية لا تثبت إلا لبعض أفراد الحيوان، إلا لبعض أفراد الحيوان. فهمتوا ولا نكتب في الصبور؟ أظن واضح، واضح ولا لا؟ هذا. فإذا قلت كل إنسان حيوان، كل إنسان هذا يسمى ما اسمه ماذا؟ الموضوع الأخص، أنه يثبت على واحد، يصدق على واحد هو الإنسان. لكن حيوان هذا اسمه المحمول الأعم، لأنه يدخل فيه الإنسان وغيره من الحيوانات. فإذا قلت كل إنسان حيوان معناه المحمول الأعم ثبت لكل أفراد الموضوع الأخص. لكن إذا عكست واضح كلام، فقلت كل حيوان إنسان، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الموضوع الأخص هذا لا يثبت إلا لبعض أفراد المحمول الأعم. هذا الإنسانية لا تثبت إلا لبعض أفراد الحيوان. فهمنا هذا الكلام ولا لا؟ مفهوم؟ نعم مفهوم. لذلك لا تستطيع أن تنعكس كلية، لا تستطيع أن تنعكس كلية. نعم فهمنا محمد؟ مفهوم؟ نعم زيد. وكذا المقدم الأخص، كذلك المقدم الأخص والتالي الأعم نفس الشيء، يستلزم التالي الأعم كليا. نعم. وكذا المقدم الأخص، مقدم الأخص، مقدم هنا أخص ولا لا؟ أخص، لأنه إنسان أخص، لكن الحيوان أعم. فالآن كل إنسان يلزم أن يكون حيوان، كل إنسان يلزم أن يكون حيوان. فالآن المقدم الأخص يستلزم التالي الأعم. واضح كلام؟ المقدم الأخص يستلزم التالي الأعم. كل إنسان يلزم أن يكون حيوان. هل يوجد إنسان لا يلزم أن يكون حيوان؟ كل إنسان حيوان. لكن الأعم الأخص هل يستلزم، الأعم الأخص هل يستلزم الأعم الأخص، الأعم الأخص نعم المقدم هو الأخص، واضح. ولا يستلزم الأعم اللي هو ماذا؟ الحيوان، لا يستلزم الأخص اللي هو الإنسان.
هل يلزم أن يكون كل حيوان إنسان؟ لا يلزم. كل إنسان يلزم أن يكون حيوان، لكن لو عكستها، هل كل حيوان يلزم أن يكون إنسان؟ لا يلزم، وإنما يلزم البعض فقط، بعض الأفراد فقط يصدق عليها الحيوانية أو الإنسانية. فلذلك تقول كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا. واضح؟ إذا عكستها تنعكس جزئية، تقول قد يكون هذا إذا كان حيوانا كان إنسانا. فهمنا جماعة الخير؟ فالآن المقدم الأخص يستلزم الأعم، المقدم الأخص يستلزم التالي الأعم، لازم المقدم الأخص اللي هو إنسان، كلما كان هذا إنسان يستلزم ماذا؟ يستلزم ماذا؟ التالي الأعم اللي هو الحيوانية، يستلزم كل إنسان يلزم أن يكون حيوان، لكن لا يستلزم الأعم الأخص، لا يستلزم الأعم الأخص. الأعم اللي هو الحيوان لا يلزم أن يكون إنسانا، لا يلزم، وإنما يلزم جزء فقط إلا جزئية. واضح؟ هذا هو فقط. فلذلك تقول كلما كان هذا إنسان كان حيوانا، هذا يستلزمه، لكن في العكس لا، يلزم الجزئية فقط. تقول قد يكون هذا إذا كان حيوانا كان إنسانا. فهمنا جماعة الخير؟ هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. في حد لم يفهم هذه القواعد؟ نعم زيد. ولا يستلزم الأعم الأخص، ولا يستلزم الأعم، ولا يستلزم الحيوان الأخص أن يكون إنسان، لا يستلزم الحيوان أن يكون إنسان، وإنما يستلزم البعض فقط، بعض الحيوان يكون إنسان. نعم هذا هو. نعم. ولا يستلزم الأعم الأخص إلا جزئيا، نعم زيد. ثم اعلم أن القضايا شخصية وكلية وجزئية ومكملة، وهي موجبات أو سوالب. نعم 8. واضح؟ ثم اعلم أن القضايا شخصية وكلية وجزئية ومهملة، وهي هذا الأربعة كلها موجبات وسوالب. فكم عندنا؟ 8. عندنا 8. نعم. فالموجبات الأربع تنعكس إلى موجبات جزئية، الأربعة كلها تنعكس إلى موجبة جزئية. الشخصية الكلية والجزئية والمهملة كلها تنعكس إلى موجبة جزئية، كلها إلى موجبة جزئية. الأربع الموجبات كلها تنعكس إلى موجبة جزئية. نعم. قال تحت فالموجبات الأربع تنعكس إلى موجبة جزئية، أي وجوبا في غير المهملة وجوازا في المهملة، لأنه يصح عكسها كنفسها. فتقول في عكس الإنسان حيوان، الحيوان إنسان، يعني في الثلاثة وجوبا، أما في المهملة جوازا، لأنه يجوز أن تنعكس كنفسها. مفهوم؟ هذا. نعم. وقولك زيد حيوان عكسه بعض الحيوان زيد، بعض الحيوان زيد انعكست إلى موجبة جزئية. نعم. وقولك كل إنسان حيوان، هذه كلية. أو بعض الإنسان حيوان، هذه ماذا؟ جزئية. أو الإنسان حيوان، هذه مهملة. هذه المهملة. عكس هذه الثلاثة بعض الحيوان إنسان، عكس كل إنسان حيوان، وعكس بعض الإنسان حيوان، وعكس الإنسان حيوان، كل هذه عكسها
بعض الحيوان إنسان. فهم جماعة الخير؟ هذا هو. فالآن أنت أفهم من الآن الموجبات الأربع المهملة الكلية والجزئية والشخصية كلها تنعكس إلى موجبة جزئية، كلها وجوبا إلا في المهملة جوازا فقط، لأن المهملة قد تنعكس كنفسها، قد تنعكس كنفسها، تقول الإنسان حيوان، تقول الحيوان إنسان. نعم، فهمنا يا جماعة؟ فقولك زيد حيوان عكسه بعض الحيوان زيد، انعكست إلى موجبة جزئية. نعم. وقولك كل إنسان حيوان هذه كلية، بعض الإنسان حيوان جزئية، الإنسان حيوان مهملة، هذه كلها قال لك الشيخ عكس هذه الثلاثة. بعض الحيوان إنسان انعكست إلى موجبة جزئية. واضح؟ عكس هذه الثلاثة بعض الحيوان إنسان. نعم. والسوالب لا ينعكس منها إلا الكلية. نعم، السوالب لا ينعكس منها إلا الكلية. واضح؟ قال تحت والسوالب لا ينعكس منها إلى آخره، أي فينعكس منها اثنتان، الكلية والشخصية، ولا تنعكس الاثنتان الباقيتان الجزئية والمهملة. لماذا؟ لأن إذا اجتمعت الخستان لا عكس لها. واضح؟ لأن إذا اجتمعت عندك الخستان إذا اجتمع خستان فلا يكون عكس. لذلك الشيخ سيقول والعكس لازم لكل ما وجد والعكس لازم لكل ما وجد به اجتماع الخستين والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين. أما إذا وجد الخستان فلا عكس. فالآن الجزئية السالبة فيها الخستان، فيها الجزئية وفيها السلب، فلا عكس لها. والمهملة قلنا لأنها في قوة الجزئية فتكون كذلك جزئية سالبة، فلذلك لا تنعكس، لأنهما اجتمعت فيهما الخستان، السلب والجزئية، السلب والجزئية، وسيأتي الكلام عنها. والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين فاقتصد كما سيقول. فهمنا؟ لذلك الشيخ قال فالموجبات الأربع تنعكس إلى موجب جزئية، أي وجوبا. قال عفوا والسوالب لا ينعكس منها إلى آخره، أي فينعكس منها اثنتان، الكلية السالبة الكلية تنعكس، والشخصية السالبة الشخصية كذلك تنعكس. لماذا؟ لأن ليس فيهم خستان، ليس فيهم خستان، هذيك فيها الكلية مع السلب وهذيك فيها الشخصية مع السلب، ليس فيهم خستان، فلذلك ينتج لهما عكس. أما الموجبة السالبة الجزئية هذه لا عكس لها، لأن اجتمع فيه خستان، الجزئية والسلب. والمهملة كذلك لا عكس فيها. لماذا؟ لأن اجتمع فيها خستان، لأن المهملة في قوة الجزئية فيجتمع فيها ماذا؟ الجزئية والسلب كذلك. فمن جماعة خير. لذلك الشيخ قال ولا تنعكس الاثنتان الباقيتان. واضح؟ الجزئية والمهملة. فالآن عندنا كم قضية تنعكس وقضية لا تنعكس؟ 6 قضايا تنعكس وقضيتين لا تنعكس. واضح؟ الأربعة الموجبة الأولى تنعكس إلى جزئية موجبة. أما السوالب الأربعة الأخيرة، السوالب الأربع فينعكس منها 2 فقط، الشخصية والكلية. أما الجزئية والمهملة فلا ينعكسان. لماذا؟
لأنهما اجتمع فيهما الخصتان الجزئية والسلب. فمن الكلام الآن قال الشيخ: والحاصل أن القضايا الثمانية ينعكس منها 6 أهو، وهو ما عدا المهملة والجزئية سالبتين، هذا لأن اجتمع فيهما الخصتان كما سيقول الشيخ رحمه الله. اقرأ لنا. نحو لا شيء من الإنسان بحجر. لا شيء من الإنسان بحجر تنعكس كنفسها. نعم. وعكسها كنفسها. نعم. وهو لا شيء من الحجر بإنسان. لا شيء من الحجر بإنسان تنعكس كنفسها. نعم. والشخصية نحو ليس زيد بحجر. ليس زيد بحجر تنعكس إلى كلية. نعم. وعكسها كلية. نعم. نحو لا شيء من الحجر بزيد. لا شيء من الحجر بزيد. نعم. وهذا إذا كان محمولها كليا. هذا إذا كان محمولها كلي يا جماعة، فهمنا؟ هذا إذا كان محمولها كليا، مفهوم؟ لأن الحجر كلي، يعني الشخصية إن كان محمولها كليا فإنها تنعكس إلى ماذا؟ كلية، تنعكس إلى كلية. أما إذا كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها. هذا القاعدة في الشخصية. الشخصية إن كان محمولها كليا انعكست كلية، أما إن كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها. لذلك تقول ليس زيد بحجر. الآن حجر كلي، لفظ كلي، محمول كلي، ستنعكس كلية. لذلك تقول لا شيء من الحجر بزيد. لذلك قال وهذا إذا كان محمولها كليا، فإن كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها. انعكست كنفسها. إذا قلت هكذا ليس زيد بعمر، الآن المحمول جزئي ولا كلي؟ جزئي، تنعكس كنفسها، فتقول ليس عمرو بزيد. فالآن لازم تركز. الشخصية إن كان محمولها كليا تنعكس كلية، إن كان محمولها جزئيا تنعكس كنفسها. فهمنا؟ هذا هو القاعدة في الشخصية. نعم. أعد الشخصية والشخصية نحو ليس زيد بحجر. ليس زيد بحجر محمولها كلي. نعم. وعكسها كلية. لذلك عكست كلية. نعم. نحو لا شيء من الحجر بزيد. نعم. وهذا إذا كان محمولها. أيوة، هذا إذا كان محمولها كلي. إذا كان محمولها كلي تنعكس كلية. نعم. فإن كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها أو انعكست كنفسها. إذا قلت هكذا ليس زيد بعمر، محمول جزئي، تنعكس كنفسها، تقول ليس عمرو بزيد. نعم. نحو ليس زيد بعمر ينعكس إلى قولنا ليس عمرو بزيد. واضح يا جماعة الخير؟ مفهوم؟ وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.